روتين الست الشاطرة اللي حتى مع ارتفاع الأسعار عارفة تملى بيتها بالخير كله بأفكار وحيل عملية للتوفير. خليكي ناصحة وتحدي الظروف، وحاولي توفري وتدبري من مصروف البيت وكمان توفري في الميزانية. تعالي نشوف هنوفر ازاي من مصروف البيت وكمان هنوفر كتير قوي في الميزانية بأفكار عملية. بس قبل أي حاجة لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. تاني حاجة بقى، لو انت لسه جديدة في القناة وشايفة ان القناة مفيدة بالنسبة لك، فضلا وليس امرا متبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك، وكمان الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول بند حبيت ان انا اوفر فيه هو بند الفطار، وده اللي قلت هننزل بيه معاكم عملي، وان شاء الله هننزل ببنود تانية كتيره مع بعض واحده واحده. لقيت كده ان اسعار الفول والفلافل بدات ان هي ترتفع بشكل مبالغ فيه. بتجيبي كيس الفول كده مفهوش معلقتين تلاتة ويقول لك اقل حاجه ب5 جنيه. الفلافلايه وصلت ل2 جنيه. ليه ما نعملهاش في البيت واسعار اوفر من كده بكتير ونملى بيتنا بالخير كله؟ انا اول حاجه جبت الفول كده نقيته كويس جدا ونقعته. نقعت 2 كيلو من الفول، تقدري انت تنقعي كيلو نص كيلو حسب الكميه اللي انت بتستخدميها. ونقعت كمان كيلو من غلة البليله تنفعني في الفطار وفي العشاء. ونقعت كمان هنا 400 جرام من العدس الاصفر على ال 2 كيلو، يعني الكيلو بحط له بالظبط 200 جرام من العدس الاصفر عشان ادمسه. كمان نقعت 400 جرام من الفول المدشوش، تمام. برضو على كل كيلو من الفول بحط 200 جرام بس من الفول المدشوش. نقعت كمان ربع كيلو بس من الفول المدشوش عشان نعمله مع بعض فلافل، ودي بعملها طازه بطازه، تخلص الكميه اللي عندي بعمل كميه غيرها. الفول ده كان الكيلو ب 28 جنيه، وانا مش جايباه من فتح الله، انا جايباه من السوق. تقدري ان انت تجيبي بتاع فتح الله او 34 جنيه براحتك جدا. طيب، انا عملت هنا 2 كيلو من الفول عشان هدخلهم معايا في بند الفطار، في بند العشاء، في بند كمان الغدا، مش هيقول لي لا. وجود الفول في البيت خير كتير قوي، تقدري تطلعي كيس وتعمليه بالشكل اللي انت عايزاه، هيوفر معاكي كتير قوي زي ما اتفقنا فطار او غدا او عشاء. البليله كمان حاجه مفيده جدا وصحيه للاولاد، كان الكيلو بتاعها ب 24 جنيه. تنفعك كبند فطار او بند عشاء مع شويه لبن او وسكر او شويه سكر بس، مش هتقول لا. وفي نفس الوقت دي مغذيه جدا جدا للاطفال، مقدرش استغنى عنها في البيت وبتوفر معايا كتير. ندخل بقى على الفلافل، لان احنا عملنا مع بعض البليله قبل كده كذا مره، عملنا كمان الفول مع بعض كذا مره. الفلافل هنحط ربع كيلو من الفول المدشوش منقوع، وعليه حزمه من الكزبره هناخد الورق بتاعها بس، عليه حزمه من البصل الاخضر بالورق بتاعها. عندي كرات هتستغني عن البصل الاخضر وتحطي كرات، وممكن تحطي بصلايه عاديه من البيت عندك، مفيش مشكله. ما عندكيش كرات، مش متوفر عندك زي، هتجيبي البصل الاخضر تحطي حزمه واحده من البصل الاخضر بالورق بتاعها. عايزاها بيضه شويه مش عايزاها خضره، هتقللي في الورق بتاع البصل الاخضر. هتبداي تفرمي فيها لغايه لما تتفرم، وبعد كده هتنزلي بيها بكام فص من الثوم. ده اختياري، تقدري تشيليه او تحطيه. هتحطي لها كمان معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره الناشفه. هتحط لها كمان معلقه من الشمر، ومعلقه من النص يعني معلقه صغيره من الملح. طب يا سما انا مش عايزه احط البهارات فيها دلوقتي، ما تحطهاش، حطيها في النهايه. طيب لو مشيتش معاكي في الكب وحسيتي ان هي تقيله في الكب والكب مش قادره ان هي تفرمها، هتزوديها معلقتين 3 بس من الميه. كده احنا عملنا الفلافل. انا سرعت لكم الفيديو عشان ميبقاش طويل عليكم. لو عايزينه في فيديو تاني ان احنا نعيده مع بعض، ممكن نعيده تاني مع بعض. هبدا بقى ان انا اقسمها كده في اكياس، كل كيس حوالي كده 10 معالق من الفلافل، تمام، على قد 10 فلافليات كبار. وشوفي انت بتشتري الكيس من بره بكام. يعني مفيش بره دلوقتي تقريبا ب5 جنيه فلافل، عجينه فلافل دي اقل حاجه لو اداكي، بيديكي واحدتين 3. يعني الكيس ده ممكن انت تجيبيه من بره ب10 جنيه بس، تمام. شوفي بقى انت ب10 جنيه و10 ادي و10 ادي كده 30 جنيه. ال30 جنيه دول كلفوكي بالظبط 7 جنيه ونص. ربع كيلو الفول المدشوش، والخضره هنقول 3 جنيه، يبقى كلفوكي بالظبط 10 جنيه ونص. والتوابل موجوده عندك في البيت. عملتي احلى فلافل. ما عندكيش شمر ومش عايزه تحطي لها شمر، براحتك خالص. كفايه انت وفرتي نظافه، ووفرتي كمان فلوس، حاجه انت ضامنه ان انت عاملاها في البيت. غاسله الفلافل كويس، الفول كويس ومنقياه، غاسله الخضره بتاعتك كويس، تمام، وضامنه جودتها. فالحاجه في البيت انضف واوفر بكتير. هتقولي لي الزيت يا سمر، هقول لك خصصي لها ازازه زيت معينه لقلي الفلافل، وحاولي ان انت تقلي في طاسه صغيره، حطي شويه زيت على قد القليه بتاعت كل مره. تقدري كمان تشيلي التوابل وهي بتطحن وتحطيها في الاخر خالص، وانت بتطلعيها، هتطلعي الكيس وتسيبيه فوق.
وبعد ما يفك هتحطيه في الكبة تاني وتحطي لها التوابل بتاعتها اللي انت حابة تحطها لها، وتضربيها ضربة تانية وتبدأي اللي انت تقليها. طب يا سمر حاسة ان هي بتبقى مكتوبة مني وعايزاها زي بتاعت بره كده تبقى هشة، لو طلعت مكتوبة منك حتى لو انت ضربتيها في الخلاط تاني مع التوابل، جربي في واحدة بس. طب طلعت مكتوبة هتحطي لها سنة من الكربونات وسنة بسيطة جدا وترجعي تضربيها تاني في الكبة عشان تديكي النتيجة بتاعت بره بالظبط. ندخل بقى في البند التاني او الفكرة التالتة اللي هي بتاعت وش اللبن. انا بجيب اللبن وبغليه وبحطه في علبة، العلبة دي فيها بتاع معلقة قشطة صغيرة، ودي كانت قشطة بقري من لبن بقري، كانت على كوباية لبن. طلعته بعد ما غليته حطيته في التلاجة عمل لي وش فشلته. المقصود من هنا ان انا عايزه اوريكي ان انا حتى المعلقه الصغيره بتاعت القشطه اللي على وش الكوبايه مش بعتقها وبشيلها واحطها في العلبه. عايزه اقول لكم كمان ان انا محوشه علبه قد ديت بالظبط، عامله حوالي كيلو بالظبط. ممكن اوريها لكم في مره تانية، انا نسيت ان انا اطلعها معاكم. طيب اللبن ده انا غليته من الصبح وحطيته لغايه بالليل في التلاجة عشان اطلع منه القشطه، ده 2 كيلو من اللبن. اللبن ده مغشوش، وعرفت ان هو مغشوش منين؟ من القشطه بتاعته. انا بجيب اللبن اللي هو بخيره بخيره جدا، اللي هو جاي بجد يعني زي ما بيقولوا كده طازه تمام. بيعمل لي بوله صغيره بتاعت الشوربه ديت مليانه قشطه، بتبقى حوالي 200 جرام من القشطه. طيب اللبن ده عرفت ازاي ان هو مغشوش؟ لان اداني طبقه خفيفه جدا زي ما انتم شايفين قصدي من القشطه. هعمل ايه؟ هغليه تاني تمام، وبعد ما هغليه هغير بقى الحله واحطه في حله تاني تنفع تخش التلاجة. انا عشان عارفه من اول ما غليته ان اللبن خفيف معايا، قلت ان انا هغليه مرتين، فده اللي خلاني سبته في الحله الالمونيا لغايه بالليل في التلاجة. هبدا بقى هنا انقله في الحله دي اللي هي الصاج وادخلها في التلاجة لغايه تاني يوم بس بعد ما يبرد تماما. طب ليه ما غليتوش في الحله الصاج؟ لان الحله الصاج بتشيط منك اللبن وبتحرقه، فما تغليش في الحله الصاج لبن. طيب هسيبه لغايه لما يبرد تماما وهدخله التلاجة. تاني يوم بقى هبدا اشيل الوش بتاعه حتى لو خفيف، بس يبقى انا كده استغليت اللبن اسوأ استغلال واخدت منه القشطه اللي قدرت اطلعها منه. طيب بعد كده بعد ما هطلع القشطه دي وهحفظها في العلبه بتاعتي، هعمل ايه؟ بصوا هنا اداني طبقه خفيفه تانية من القشطه تمام. كده انا ضمنت ان انا اخدت القشطه بتاعته، وبرده لما اجي اغلي لبن تاني لو عليه اي قشطه من اي كوبايه هشيلها برده مش هقول لا. طيب القشطه دي بعد كده بنحولها لزبده، ومن زبده بنحولها لسمنه. انا بحط بقى هنا قشطه اللبن البقري على الجاموسي، وعملتها قبل كده زبده، عملتها سمنه، وكان في منتهى الجمال. نفعتني في رمضان اللي فات في عمايل الكحك والايه والبسكوت. تقدري بقى السنه دي ان انت تزودي الكميه. انا زي ما قلت لكم حاطه تحدي كده مع نفسي ان انا اعمل علبه تانية او علبتين على اللي عندي، بحيث ان هي تنفعني في رمضان وتنفعني كمان في العيد. طيب بعمل ايه تاني؟ باخد كده اللبن وبقسمه كده كوبايه، وكل كوبايه بحطها في كيس. ليه يا سمر؟ عشان ما اهدرش في اللبن بتاعي. انا اولادي ما بيحبوش يشربوا كوبايه اللبن اللي هي الساده كامله على بعضها وبيهدروا فيه. طيب ببقى ضامنه كده ان هم هيشربوا نص كوبايه، فيا اما يشربوها ساده وضمنت ان هم شربوا نص كوبايه احسن من ما فيش واحسن ما يهدروها، او اعملها لهم شاي بلبن. طيب تقدري كمان تعملي منها ايه؟ تقدري كوبايه اللبن دي تطلعيها وتزوديها نشا وكاكاو وشويه ميه تانيين ولبن بودره، وتعملي منها احلى دانات للاولاد. تقدري كوبايه اللبن دي تدخليها في وصفه الكيكه، مش عايزه اكتر من كوبايه. تقدري كمان تدخليها في وصفه البسبوسه. يعني عندك كذا وصفه تقدري تعمليها بيها بكوبايه لبن، يبقى انت كده ما هدرتيش اللبن بتاعك وكفاك الاسبوع كله. طيب ال2 كيلو بيعملوا معايا بالظبط لما تكون القشطه دسمه جدا، بيعملوا معايا حوالي 9 كوبايات من اللبن. اللبن ده انا واخده منه وعامله منه سحلب، وكمان متعشين منه مع البليله، فاخدت منه حوالي 3 كوبايات من اللبن او 4 كوبايات. طيب اللي معايا دول كمان زي ما اتفقنا كده هيكفوكي الاسبوع كله لو انت عايزه تفطري اولادك كل يوم شاي بلبن، او تفطريهم كل يوم لبن ساده زي ما اتفقنا نص كوبايه. ده لو هم ولدين او بنتين، لو هم 4 ممكن تاخدي كوبايتين تمام وتعملي بيهم الفطار، هيضمنتي ان هم هيفطروكم الاسبوع كله. طب لو هم 2 زي اللي عندي تمام، هيتبقى معاكي مثلا اخر الاسبوع 4 اكياس لبن او 3 اكياس لبن، ممكن ان انت تعملي بيهم بشاميل، تعملي بيهم اي وصفه تانية. كده انا دمست كمان الفول وعملت البليله. الفول عمل معايا 26 كيس من الفول، والبليله عملت معايا 8 اكياس غير اللي احنا اتعشينا منهم، غير الاولاد اخدوها كده في وسط النهار وما استنوش لغايه لما بالليل للعشاء. يعني هقولي عملوا مثلا حوالي مع مثلا 9 اكياس من البليله. شوفي بقى وفر قد ايه، وشوفي هتنفعك في كام مره فطار وكام مره عشاء. طبعا الطريقه دي احنا عملناها مع بعض كذا مره على القناه، عشان كده ما عدتهاش معاكم تاني.
ندخل بقى مع بعض على الطحينة، ومش هقولك ان انت هتعملي من كوباية سمسم كيلو طحينة ولا الكلام ده كله، لا هقولك هتعملي طحينة هتكون بجد ممتازة جدا وخام وبطريقة سهلة جدا. هنجيب ايه؟ هنجيب كوباية من السمسم الابيض، هنحطها على النار ندفيها، نطلع بس منها الرطوبة. انا مش هحمصه ولا حاجة، انا هطلع بس منه الرطوبة. بعد كده هبدأ ان انا افرمه في الكبة على قد ما اقدر عشان اطلع كل الزيوت اللي فيه. طب ليه يا سمر بتدفي السمسم؟ عشان اضمن ان السمسم طلع الزيوت بتاعته، ولما يجي يتفرم في الكبه يقدر يطلع لي الزيوت بتاعته على قد ما يقدر. كمان عشان اضمن ان السمسم بتاعي لما اجي اطحنه يبقى معايا ناعم، ويبقاش فيه كده في الطحينه زي التكتلات اللي احنا ما بنحبهاش في الطحينه المعموله في البيت. هطلع لك طحينه بجد خام وزي اللي بتجيبيها من بره، ويمكن احسن بكتير، ومش هتبطلي تعمليها في البيت. هفضل اطحن كده في السمسم قدام منكم، مش هفصل الحته ديت. انا مسرعه الفيديو بس مسرعاه للنص، وعايزه امشي معاكم خطوه بخطوه. بصي انا بطحن فيه، واول لما يوقف معايا كده ببدا ان انا افتح تاني الكبه بتاعتي وانزله كده من الجناب. تمام، وبرجع تاني ان انا اطحنه تاني. بعمل الخطوه دي كذا مره لغايه لما اضمن ان هو بقى شبه العجينه كده، واتطحن معايا وبقى ناعم وبقى زي الفل. وبعد كده ببدا الخطوه اللي بعدها. تمام، هرجعه كده تاني وابدا اطحن تاني قدامكم. معلش انا بس الحته دي عايزه اوريكم كده كل خطوه عاملاها مع بعض ازاي، عشان تبقوا ماشيين معايا واحده واحده. هبدا افك تاني، وان انا ابدا تاني انزل كل الجناب، وارجع تاني اطحنها تاني. نرجع تاني كده لغايه لما احس ان هي خلاص جاب اخره، وده اخر حاجه في الطحن. ببدا بعد كده ان انا احطه في طبق، وبعد كده انزل كميه تانية. بصوا انا كده برضو ما اخدتش النتيجه اللي انا عايزاها، هبدا ارجعها تاني للكبه. تقدري ان انت واحده واحده، طب الخلاط بتاعي ضعيف ومش هيقدر يستحمل كل ده، تقدري ان انت تطحنيها وتعملي مثلا حاجه تانية وراكي تريحي الخلاط، وترجعي تاني تطحنيها. يعني ممكن تبداي مثلا وانت بتعملي كده حاجه المطبخ، تغسلي مواعين وتعملي اكل، تبداي تمشي واحده واحده تمام مع الطحينه. يعني مثلا تعملي حبه وترجعي توقفي الخلاط يستريح وتعملي حبه تاني، لغايه لما تضمني ان هو اداكي النتيجه اللي انت عايزاها. كذلك الامر برضو في الفلافل، تقدري ان انت تطحنيها في الكبه بتاعتك او الخلاط لو هم ضعاف، يعني الكبه مش قويه. تبداي ان انت تطحني حبه وتريحي الخلاط بتاعك شويه، وتريحي حبه تانية وتريحي الخلاط بتاعك شويه، لغايه لما توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. اهم حاجه ان احنا بنعمل حاجه عشان نوفر، ما نبوظش الاجهزه بتاعتنا، يعني نتعامل معاها بحرص شويه على قد ما بنقدر. تمام، انا كده برضو بوريكي ان انا برضو في المره التانية بحاول بقدر الامكان ان انا اطحن السمسم بتاعي على قد ما اقدر. تمام. طيب ليه ما صورتش معاكم الفول ولا البليله؟ احنا عملناها مع بعض قبل كده على القناه كذا مره، فما حبيتش ان انا اطول معاكم الفيديو. كل اللي انا عملته ان انا غسلت الفول ونقعته، وتاني يوم حطيت عليه العدس اللي هو منقوع والفول المدشوش، وحطيته على النار ان هو يتدمس على نار واطيه خالص. هنا بقى هاخد الدقيق، نفس اللي عملته في السمسم هعمله في الدقيق. هدفي الدقيق بس يطلع بس الرطوبه اللي فيه، وبعد كده هنزل عليه بالسمسم اللي انا طحناه، وهقلب كل ده مع بعض، وهرجع تاني اطحنه في الكبه. ليه؟ عشان انا عايزه الدقيق ياخد كل الزيوت اللي جوه السمسم، وكمان السمسم يتطحن تاني مع الدقيق، فاضمن ان هو بقى ناعم جدا. التكايه دي والحركه دي تمام، انا ما اعتقدش ان حد تاني عملها، الله اعلم، بس انا بعملها ومعتمداها عندي في البيت. الدقيق لما تطحنيه مع السمسم بيخلي السمسم يتطحن اكتر، وتبقي ضامنه ان انت فعلا كميه السمسم بتاعتك مش هتاخد منك زيوت كتيره. وهوريكي بنفسك دلوقتي عملي هياخد مني قد ايه زيت بالظبط، وهقول لك قد ايه زيت تحطيه عشان تبقى معاكي الطحينه مش تقيله حتى لو حطيتيها في التلاجة. نرجع بقى تاني للفول. بعد ما حطيته على النار هسيبه كده بالميه بتاعته على النار لمده من 4 ل6 ساعات، وهي على نار واطيه خالص. بتحطي له قد ايه ميه يا سمر؟ يا دوبك بغطي بس الفول يعني بحبه يعني تانيين صغيرين ميه. تمام، وبوطي عليه بفتح عليه بعد 3 ساعات. لو عايز ميه بزود له ميه، بس تكون ميه سخنه بتغلي مش ميه ساقعه. البليله بغسلها وبنقعها، وتاني يوم بشطفها تاني كذا مره، وبحطها في الحله، بحط عليها ميه واسيبها برضو على النار. بس البليله مش بتاخد منك وقت كتير على النار زي الفول. بصي هنا الدقيق مع السمسم لما طحنته
بقى عامل شبه الكتلة الواحدة ازاي، بصي عمل شبه العجينة كده. ضمنت ان السمسم بتاعي اتطحن جدا وبقى شبه البودر كده، مفيش اي تكتلات من اللي هي بتضايقك في الطحينة اللي بتعمليها في البيت. هنزل برضو بنفس الكمية بتاعت الدقيق التانية مع السمسم وهعمل نفس الحركة تاني. انا ماشية معاكي خطوة بخطوة، وفي نفس الوقت بنتكلم في اي حاجة تانية تخص الفيديو عشان مبقاش الفيديو طويل وترجعوا تقولوا انت بتلوكي كتير يا سمر. هبدأ بقى تاني اطحن زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اول ما بلاقي بس ان خلاص السمسم والدقيق اتطحنوا مع بعضيهم وبقى شبه كده العجينة، خلاص انا مش عايزة اكتر من كده. هفضيهم وبعد كده هرجع تاني في الخلاط نعمل اخر خطوة مع بعض. هنا انا بنزل كل حاجة في الكبة، مش عايزة اسيب اي حاجة فيها. تمام. كل ده بفلوس، احنا بنوفر يا جماعة. يبقى كل الفتافيت اللي هي في الكبة دي نحطها تاني. هجيب بقى كده الخلاط بتاعي، هحط فيه بقى الخليط بتاع الدقيق والسمسم. بصوا شايفين شكله عامل زي العجينة ازاي، وشايفين السمسم قد ايه ناعم بالطريقة ديت. هحط كمان هنا نص كوباية من الزيت. عايزة اقولك نص كوباية من الزيت بس تكفي في عمل المقدار ده، وهوريكي بنفسك دلوقتي. طيب انا ليه هزود زيت تاني؟ بصوا هوريكم كده. بص الخلاط ماشي ازاي بكل سهولة. انا ما وقفتش الخلاط وما زودتش زيت تاني ولا اي حاجة، انا مجرد حطيت نص كوباية زيت. طب ليه؟ لان الدقيق شارب من الزيت اللي في قلب السمسم وكان عامل شبه العجينة كده، فمحتاجش مني زيت كتير، فده كمان بتوفر معاكي في الزيت. هفصل كده وبصوا ده القوام بتاعه من جوه حلو جدا وقوامها تقيل. عايزه توقفي على كده خلاص، عايزه تحطي شويه زيت كمان هتحطي. طب ليه ما وقفتش على كده؟ عشان انا عايزاها لما ادخلها التلاجة ما تمسكش معايا، تبقى كتله واحده. عايزاها برضو تبقى قوامها حلو جدا زي ما احطها زي ما اطلعها. فهزود لها حوالي ربع كوبايه زيت تاني او معلقتين 3 من الزيت. مش عايزه الخطوه دي براحتك جدا. الكميه دي هتعمل معايا قد ايه؟ الكميه دي هتعمل ازيد من ربع كيلو من الطحينه، وهتشوفوه دلوقتي مع بعض. كده انا خلاص ضربت الطحينه بتاعتي وضامنه ان هي مطحونه 100%، ما اخدتش معايا وقت في الخلاط زي ما اخدت معايا وقت في الكبه، لان انا ضامنه ان السمسم بتاعي اتطحن كويس جدا. هبدا بعد كده ان انا افصل الخلاط بتاعي وهبدا اجيب الحاجه اللي هحط فيها الطحينه. انا محضره هنا تمام بطرمانين كده بالزياده. تمام. عمل معايا قد ايه؟ بصوا هيملالي كده البطرمان ده على الاخر. البرطمان بتاع الصلصه ده حوالي 350 جرام، وهنا كده ملياه على الاخر، يعني هنقول 400 جرام. تمام. هركن ده على جنب وهجيب كده الكوبايه دي مطرحها سمسم اللي هي بتاعت النوتيلا، وهحط فيها المعلقتين 3 دول الطحينه. عايزه اقولك بقى المعلقتين دول والله العظيم والله العظيم لولا كنت تعبانه ومش قادره كنت صورتها لكم، عملت بيها طبق طحينه محترم، طبق سلطه الطحينه محترم. وزي ما دخلتها التلاجة زي ما طلعتها ما كانتش لا تقيله ولا مكتله ولا اي حاجه زي اللي احنا بنشتريها. حتى اشهر الماركات في الطحينه بتدخليها التلاجة او بتسيبيها بره بتحسي كده ان هي بقت كتله واحده، ما بقتش كده نفس القوام اللي انت بتجيبيه ده. دي كده طحينه بيور بيور بيور. عايزه تعملي طحينه اقتصاديه اكتر وترمي معاكي كميه اكتر، هتزودي في كميه الدقيق. يعني ممكن تحطي كوبايتين دقيق، وممكن تحطي مثلا قد كميه السمسم دقيق. يعني مثلا لو هتوزني السمسم على الميزان هتحطي 150 جرام سمسم، هتحطي قد منه دقيق. لكن انا حطيت هنا كوبايه وكوبايه، كوبايه الدقيق في الميزان بتبقى اقل كتير من كوبايه السمسم. كده انا خلصت معاكم الوصفه ديت، وكده خلصت معاكم الفيديو كله. عامه يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم، ولو عايزين افكار زي ده عملي تاني اكتبوا لي في الكومنتات، ويا رب يكون الفيديو مش طويل عليكم وما كنتش زهقتكم. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.